دقيقتين وهنلم الورق. مش مفتوح 5 دقايق وهنلم الورق. وصل لي باشا يا باشا مش هخش على الدكتور. انا جاوبت. لا ما فيش مشكله، ما هو بيحب. فاضل دقيقة. هنا ايوه عند الجماعه اللي صريحة 2 5 تبقى 37 عشان 26 زائد 11. هنا المقدار س زائد ص زائد س ص من الدرجة الثانية. عدد الزوايا الحادة في الشكل 6 1 ودوم 1 2 3 وهي 4 1 1 5 ودي 6. الحمد لله بالله. إذا كانت 4 س بيساوي مش هحاسب على الدرجه ولا الحاجات دي. درجه من كام؟ من 10 من 10 ولا 10 صحح معايا ماشي. لسه دي قلم احمر اهو استنى. طب ناخد واحدة خليها معايا. القلم الاحمر اهو. القلم الاحمر خلاص. لا انا جبنا كده. مش مظبوط كده؟ ايوه ريس مش مظبوط كده؟ تمام يا فندم. 45 صح. لزاويتين لا لا يبقى انا اللي غلط. انا اسف. انا اسف. عايز اوقف حسابي اهو. احمد بيه مش مشكله في السنين. هزمت مرتين، يا ريت تزودني درجه. زودني درجه يا استاذ سمير. طبعا كل الثالثه ثابته يا استاذ محمد. طيب استني. طيب استني. لا على فكره يا جماعه ما يصحش كده. يعني على فكره مش هنعمل نتيجه دلوقتي. انا في فقره عايز اقولها الاول. مش هنعمل نتيجه دلوقتي. ما تصرفش النتيجه عشان في فقره عايز اقولها ما بوظهاش. يا مس والله كنت عامله صح كده. لو سمحتوا ما حدش يبص يا بنات. مش هنعمل النتيجه دلوقتي، في حاجات هنقولها لسه. بص هنا مرسي. في حاجات مجهزينها هنقولها. محدش يبص. خلي عندك امانه بقى. ايه؟ ما نكتبوا الدرجات هنا. مش هنعمل نتيجه دلوقتي. نفس النجمه هنغني اغنيه التطابق مع بعض. ماشي؟ يلا بينا جاهزين؟ تطابق المثلثات هي هو عباد شرحوا يا بنات هي هو تطابق المثلثات هي هو عباد شرحوا يا بنات هي هو مستر قال الحالة الأولى ضلع وزاوية محصورة. مستر قال الحالة
يا حلوين الحالة التانية خليكم فاكرين ضلعين ومعاه زاويتين، الحالة التالتة ببساطة تساوي الأضلاع التالت، الحالة الرابعة ما شاء الله فيها وتر وضلع معاه تطابق المثلثات هي هو. من ضمن الفقرات بقى في فقرة مجهزة أخيرة معلش يا سمير معلش اسمع قصيدة كنت ناوي أقولها لو اتهزمت قبل ما تهزم كده شغال كده هدف ايه؟ هذا شغال ايه؟ انت الحد اللي شغالي بسرعة هو الجومي النهارده عامل معاكي ايه؟ الجومي مقصر معايا اللي ما قالتوش هم ليه؟ مش مشكلة حصلين طويلة شوية حصلين القصيدة اسمها اللي ما قالتوش هم ليه؟ ايه بقى الموضوع؟ كل بنت طبعا مامتها بتحكي لها على كل حاجة يجي في حاجة ما قالتهاش للشاعر اللي هو عبد الله حسن فالقصيدة اسمها اللي ما قالتوش امي ليا هنعرف مع بعض ايه بقى اللي ما قالتوش هتعرفي دلوقتي غلط شوية اللي ما قالتوش امي ليا حبيبتي اشوفك انت واللي عاشت عمرها تخبيه عليا امي مش محتاجة حاجة لا الكلامي ولا الهدية علمتني حاجات كتيرة بالسنين مش بالدراسة بالوراثة اللي علم فيها علم برضه فيا اللي ما قالتوش امي ليا شيء تعبني ليها رب وعن رضاها هيحاسبني وده حسابه مش شوية هي كانت عاملة حساب اللحظة دي اما انا يا للأسف كنت من الناس اللي امنت صدقت في البتاعة اللي احنا عايشين فيها بيسموها دنيا من لا شيء خلتني واحد والزمان اهو عدى فيا طفل وكنت بعودي ساند على اللي عمره ما مال عليا الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا هي صدرها كان مخدة وطرح قلبها كان مودة وطرح قلبي كان قاسية اللي ما قالتوش امي ليا انها صبرت عليا لما عشت سنين في خيرها كبرت ساوتها بغيرها لا ده انت بوظت الدنيا يا لبنى واحد والزمان اهو عدى فيا طفل كنت بعودي ساند على اللي عمره ما مال عليا الزمن خلاني جاحد والسنين غمت عينيا هي صدرها كان مخده وطرح قلبها كان موده وطرح قلبي كان قاسيه اللي ما قالتوش امي ليا انها صبرت عليا لما عشت سنين في خيرها كبرت ساوتها بغيرها كانش نام الساعه واحده شفت حنيتها ضعف هي شاريه بقلب راضي ودنيا دايره وكاسها فاضي كنت بشرب فيه سكرت ليه مصره تخنقيني ياما مش وقتك سيبيني انتهينا خلاص كبرت اتخذت في سكه تانيه زهقت من لعبك معايا زهقت من خوفك عليا من عينين عدت خطايا في جري حوالين الجنينه وخوفها لما الليل يليل كانت تبص بعين حزينه وكانت تقول لي لسه برضه في عيني عندك كنت انام عامل حسابي بكره هصحى الاقيها جنبي يعني هتروح مني فين بيتي كان له قلب عشت فيها واكل وشارب عمري ما اهتميت بحاجه امي تفتح امي تقفل امي تمسح امي تغسل امي تطبخ امي تغسل امي تعمل كل حاجه من الرضاعه لحد وقتي كنت بكبر سنتي سنتي وهي احساس الشبع امي يا اخر سفينه بابتسامتها الحزينه كانت بتسقيني الدلع السنين طلبت بقيتها السنين طلبت بقيتها ياللي مش عارفين قيمتها امي حصلت الولع امي قبل النوم بتدعي مش علشانها كان علشاني اللي على التسريحه ده مش دواها دي حاجات ضايعه ولقيتها زي سبحتها وحاجتها نضارتها كل شيء واخد ريحتها وفيها حاجه مخوفاني ابتدى احساسي يصحى السنين على الوش واضحه رعشه الايد اللي شالت والكلام ممزوج بكحه زي شجره عشان تضلل الغصون لازم تميل اللي ياما قالت لي هم اتملت علشاني هم الاساس هي ولولاها كان زماني زرع ميله امي بتاخد الدواء بالغصب بمحايله ياما اللي ظهرك كده في الهم اللي شايله ردي يا بيت الدعاء ابنك الاصغر عروقه تودكك فاكره لما كان بيحكي باربعه فاكره ضحكه واغنياته فاكره دعواتك عشانه النهارده العمر خانه ذكرياته امنياته حلمه ألمه سنين حياته خلى عنهم فاق لاول مره يفهم معنى امي يعني ايه التضحيه ياخد عمري كله مني بس اخر امنيه يا ملاك الموت تمهل يا ملاك الموت تمهل لسه انا في عينيها عيل سيبها بكره سيبها بعده سيبها اسبوع سيبها شهر سيبها عمر سيبها لسه سيبها ارجوك سيب لي فرصه نفسي اسمع تاني يا ابني اللي ما لقيتوش امي ليا هو اكتر شيء تعبني
انها كانت عارفه ان في يوم هسيبها او هتيجي في يوم تسيبني. عندك النتيجه كام؟ ما تقدرش تشغل الموسيقى على فكره، الموسيقى بقى بتتاثر. الله يخليك يا ندى. الفصل اولى سابع خدنا ثمانية ثالث انا بصحح احسن. ابله صحابي صحابي خدت 8 لا انا بصحح احسن. كده تعادل؟ يبقى الفريقين فاشل. اولى سابع 8 ثواني بس وعي 7 و8 هنا 15 زائد 9 24 وهنا 7 و9 16 16 و8 8 24 يبقى كده اولى رابع اللي واخد 9 الله ربع اللي جاب 9 والله ربع اللي فات ولا ربع فايز 25 25 25 لا مفيش مشكله، احنا فزنا والله كلنا النهارده بتشوف كلنا يعني كده نبقى اولى رابع اولى رابع واولى ثالث. تحيه في فقره اخيره معلش، سؤال اللي هيجاوبه من الجمهور هياخد كتاب خارجي. استاذ احمد صديق اللي هيحطه او استاذ احمد عبد الرحمن. اتفضل يا احمد. نعم ده دي في الختام بقى. واحدة هتاخدي الكتاب على فكره موجود في السرجيه، موجود في السرجيه، موجود في السرجيه. طب مفيش مشكله. هيساوي 6 انا قلت اول واحد الإجابة 12 يا مستر كنت هقولها. الإجابة 12 يا بنات انا اللي اخد الجايزه. بص يا بنات بص يا اقول انا باخد بنات الجايزه. الميم ستة بستة زائد والنون ستة. بستة. كانت 6 12 طب كده مين اللي جاوب؟ يبقى ابو فاطمه. تحيه لابو فاطمه. ندى جاهزه؟ 12 معلش 12 ده وضحها كمان مره. وضحها. انا في الجامع ماليش دعوه بالاسس عشان اجمع لازم ده يبقى 6 6 حدود متشابهه. 3 و2 5 حدود متشابهه. النص بينزل زي ما هو حدود المتشابهه ودي ستة. لازم يبقى حدود متشابهه. وهي 6 زائد 6 12. طب سؤال تاني سؤال غيره يا جماعه. يلا استعدوا بقى عشان اديك طب خلاص اللي هيجاوب هنا وهنا يا جماعه عشان نفصل بقى. يعني مين زي مين يا جماعه؟ لا 20 اولى ثالث اولى رابع و 23 اولى سادس وسابع. فاطمه كسبت الاستاذ محمد بنبارك للابله فاطمه ان دي نمر جديد طلع في الرياضه محدش قده. طب انا بقى اعمل حاجه بقى. استاذ احمد صديق يخش قصادها يا اما استاذ احمد عبد الرحمن. واقفين؟ واقفين